كلمات إلى فلسطين كان عنوان البرنامج الإذاعي اليومي في إذاعة صوت الثورة الفلسطينية الذي برع في كتابة نصوصه الوطنية. كان يحمل هم الوطن منذ بدايته الأولى. واليوم تودع فلسطين بكل أطيافها الراحل يحيى رباح عن عمر ناهز 82 عاما، تاركا خلفه إرثا وطنيا ونضاليا. يحيى رباح يمثل النموذج المثقف، النموذج الإعلامي، الأديب، الكاتب الذي قدم صورة إيجابية وصورة حضارية لنضالنا الوطني الفلسطيني، بمعنى أن نضالنا لم يكن مجرد بندقية، وإنما أيضا هو الفكر وأدب. كان للراحل صورة حقيقية للمثقف الذي عمل على الاشتباك مع الاحتلال من خلال تأسيس الوعي الوطني عبر كتاباته القصصية ومقالاته الفكرية والسياسية ومحاضراته التعبوية، منذ أن أبصر الفكرة عن طريق النضال في سبيل حرية الوطن مع رفاق دربه في الكفاح الوطني الطويل. يحيى رباح من كتب القصة القصيرة، وبذلك استطاع أن يسهم في السردية الفلسطينية وأن يسهم في الرواية الفلسطينية التي قضى على دربها ومن أجلها. فيحيى رباح ابن اللجوء الذي هاجر يوم الفجيعة وهو عمره 7 سنوات من بلدته الأصلية السوافير، لتسكن في ذاكرته ملامح النكبة ولتشكل شخصيته ولتشكل هويته، وليمضي بالقلم مفكرا وكاتبا سياسيا. عمل الراحل كاتبا وأديبا ومحللا سياسيا مخضرما، شغل عدة مواقع قيادية ورسمية، حيث كان مفوضا سياسيا ومديرا عاما للإذاعات في منظمة التحرير الفلسطينية، كما تقلد منصب سفير دولة فلسطين في اليمن. كان يحيى رباح صاحب صوتا وطنيا يدعو دوما إلى تجسيد هذه الوحدة، ليس إطارا نظريا بل سلوكا على أرض الواقع. يحيى رباح لم يكن له إلا نداءه من أجل أن يكون الوطن رايته الأولى راية فلسطين، لا شتات ولا فرقة إلا تحت الراية الواحدة هذه بألوانها الأربعة. كان من العلامات المضيئة في الإعلام الفلسطيني، بل من العلامات الرمزية المهمة في إذاعة صوت العاصفة، صوت فتح، صوت الثورة الفلسطينية. خسرت فلسطين قامة وطنية فكرية وحدوية اتسمت بالالتزام من خلال تجربته الحافلة بالعطاء في خدمة شعبنا وقضيتنا العادلة. من غزة، أماني كساب، تلفزيون فلسطين.